بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد المحسن من قناة مستر محمود عبد المحسن، وهناخد كمية فيديوهات عن الرسم الفني بطريقة مبسطة جدا، ونشوف بعض اللوح اللي جت لطلابنا في امتحانات الدبلومات قبل كده، ونشوف الشكل العام. ده مش شرح يعني شرح كامل، لكن شرح للشكل نفسه ممكن يكون عامل ازاي، لان يعني 70% من الرسم الفني بيبقى تخيل. فتعالوا نشوف مع بعض كده. مثلا ادي المسقط الرأسي، وادي المسقط الجانبي، تمام، واللي مجهول هنا المسقط الافقي، ونركب الاجزاء دي مع بعض. طبعا الشكل عامة لما نيجي نبص له، احنا لو بصينا من هنا كده ادي في جزء اهو، جزء اهو في دوران، اللي هو الجزء ده اللي هو على المنظور الايزومتريك، اللي هو الجزء ده، والجزء اللي تحت اللي فيه فتحة عبارة عن حرف تي اهي، حرف تي واخدة العرض كله، عرض الشكل كله. وبعدين هنا في فتحة من الجنب، فتحة دائرية ماشي، ثقب دائري اهو ماشي من الاول للاخر. ولو بصينا هنا جوه هنلاقي في مكان لبنز. فين الكلام ده؟ والثقب ده وده على استقامة واحدة اهو، وادي مكان البنز بتاعنا اهو. طبعا دوت المسقط الرأسي، ده المسقط الجانبي، تمام. ولو بصينا من فوق عشان نستنتج المسقط الأفقي، بناخد خط كده خفيف وخط كده خفيف من الأول للآخر، وبعدين بنيجي ناخد ده نلفه ماشي، نشوفه كام ونلفه يديني مستطيل، ده طوله وده عرضه. وابدأ اخد كل خط من دول انزله لتحت بالعرض بتاعه من الجانبي، ونفس الحكاية من هنا هيديني الشكل ده اهو. بس ده بعد ما ركبنا الاجزاء كلها. وبعدين عندنا بقى في هنا بنز، وفي جزء تاني هيركب. الجزء التاني ده اللي هو شكله اهو معانا، الشكل ده هيركب هنا اهو بالبنز او المسمار، هيركب كده، تمام. لما يركب هيبقى بالشكل ده، يبقى الشكل ده اهو ركبنا عليه ده بالبنز ده اهو، تمام. لما نركب المجموعة دي كده كلها، هيبقى في المسقط الرأسي هو نفس الشكل ده، زاد عليه الرأسي بتاع الجزء التاني، زاد عليه الرأسي اللي هو ده اهو، وزاد عليه المسمار اهو والبنز، تمام. اللي ركبناه هنا بنشوفه في الجنب هنا، الجنبي بتاع الجزء ده اهو هيروح راكب في الجزء بتاع الجنبي، يبقى الشكل ده اهو، وادي البنز اهو يا حضرات، تمام كده. لما نركب الجزء رقم 2 هنا وهنا، برضه هيركب هنا اهو بالعرض بتاعه في الجزء بتاع الأفقي، ومتركب بالمسمار، وبرضه البنز اهو، بنز اهو، ادي البنز اهو، تمام كده. فهنا بيقول لك لو انا عاوز اقطع قطاع هنا عند ايه وباصص كده، يبقى انا بقطع في الرأسي، يبقى هيظهر القطاع فين؟ في الجنبي. هنا بقى اديني مورينك الشكل قبل القطاع والشكل بعد القطاع. القطاع مشي من هنا لهنا، نزل لتحت، الحتة اللي تحت دي فاضية، فهنا ما بيظهرش اي تأشير، حتة فاضية، حرف تي، مجرى حرف تي. نفس القصة الحتة الفاضية دي برضو هي فاضية، فعشان كده ما ظهرش هنا اي تهشير. التهشير بقى نبص نلاقي فيه تهشير ماشي كده، وتهشير ماشي العكسي، لان هما الجزئين اللي راكبين على بعض، جزء بياخد تهشير كده، وطالما جزء ركب عليه بياخد تهشير العكسي. البنز بطوله ملهوش تهشير.
وادي المسقط الافقي بعد التركيب. خد لقطة شاشة على كده عشان تتعلم ازاي لما يجيلي جسم زي دوت. ودي جت في دبلوم 91 للأقسام الميكانيكية، وبنشكر باشمهندس علاء شريف اللي قام بتصميم الرسمة ديت. كنا بنروح الامتحانات نصحح نلاقي الباشمهندس علاء الشريف باعت حل المسألة بالطريقة الجميلة دي. حبيت أستعرض معاكم الشكل بتاع القطعة الميكانيكية اللي جت في الامتحان عشان نستفيد أنا وأنتم مع بعض. ودي هتبقى سلسلة، هي مش شرح دقيق ولكن شرح مبسط سريع عشان بس نعرف إن الرسم سهل مفهوش التعقيد. لأننا بنلاحظ إن الطلاب بتاعنا بتوع قسم ميكانيكا اللي هو التشغيل واللحام والمسبوكات والسيارات والتبريد بيبقى عندهم الرسم فيه مشكلة شوية. فالرسم سهل يا شباب، الرسم مفهوش حاجة، بس احنا نحب الحاجة وربنا هيكرمنا إن شاء الله. تحياتي لكم، كان معاكم مستر محمود عبد المحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي تعليقات أي سؤال في الرسم الواتس بتاعي موجود على القناة. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.